السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم في يوميات مطبخ ذكية؟ النهاردة هنتكلم ليه كل ما بنرتب البيت بيرجع يتبهدل تاني. هنتكلم في الموضوع النهاردة. هو موضوع بودكاست فهنتكلم فيه سوا. عمرك ما سألت نفسك السؤال ده؟ انت لسه مخلصة تنظيف وترتيب البيت وفجأة بعد كام ساعة ترجعي تلاقيه متبهدل تاني؟ طب ايه السبب واحنا بنغلط في ايه؟ الحقيقة ان المشكلة مش في التنظيف، المشكلة في النظام. يعني ممكن تبقى بتنضفي كويس جدا بس مفيش نظام ثابت، فكل حاجة بترجع زي ما كانت. خليني اقولك سر صغير: البيت مش محتاج تنظيف طول الوقت، البيت محتاج روتين بسيط بيتكرر. يعني بدل ما تتعبي نفسك يوم كامل في التنظيف وتقعدي بقى طول النهار شغالة، جربي تعملي كده 10 دقايق بس كل يوم. هتفرق جدا جدا جدا، الموضوع هيبقى اخف بكتير عليكي. من اهم الحاجات كمان ان كل حاجة يبقى لها مكان. المفتاح هنا بسيط، اللي ملوش مكان عمره ما هيترتب. يعني لو عندك حاجات كتير ومش عارفة تحطها فين، هتفضلي طول الوقت بترتبي ومفيش فايدة. جربي كده تعملي حاجة بسيطة جدا. اي حاجة في ايدك يا اما لها مكان ثابت يا اما تخرجها من البيت. الفكرة دي صعبة شوية بس هتريحك جدا بعد كده. وبرضو من الاخطاء اللي بنقع فيها اننا بنستنى لما البيت يتبهدل خالص وبعدين نقول يلا ننضف بقى، وده اكبر غلط، لانك كده بتدخلي نفسك في مجهود كبير مرة واحدة، فبتتعبي وبتكرهي التنظيف ومتكرريش تاني الا فين وفين بقى. لكن لو اشتغلت على حاجات صغيرة يوميا هتلاقي نفسك اصلا مش محتاجة تعملي مجهود كبير. وخلي بالك من حاجة مهمة جدا: مش لازم كل يوم تعملي حاجة. قسمي الاسبوع، يعني يوم للمطبخ، يوم للحمام، يوم للهدوء، يوم للترتيب العام. بس اليوم ده بقى يبقى يوم يعني ايه المطبخ بالكامل: مواعين، تنظيف، جوه الادراج. مهم يبقى خاص بالمطبخ، وبقية الشقة يبقى عشوائي كده. يبقى يوم للمطبخ، يوم للحمام، يوم للهدوم. هتحس ان الموضوع بقى سهل ومفيش ضغط. وفي نقطة الناس كتير مش بتاخد بالها منها، يعني في حاجات الناس ما بتاخدش بالها منها: الناس اللي عايشة معاكي في البيت. لو انت لوحدك اللي بترتبي طبيعي جدا ان البيت يتبهدل بسرعة. حاولي تخلي كل واحد مسؤول عن حاجة بسيطة. يعني ولادك مثلا خليهم كل واحد يشيل اللعب يعينه، مش علشان بيساعدوك بس، لا كمان عشان يتعودوا على النظام. واهم حاجة بقى، بلاش تقسي على نفسك. في ايام بتعدي ومش هتلحقي تعملي حاجة، وده عادي جدا. البيت مش هينهار. افتكري دايما انك انسانة مش آلة يعني. اعملي اللي تقدري عليه وسيبي الباقي لبكرة. بس برضه ما نسيبوش برضه على طول. في الاخر السر مش ان بيتك يفضل نضيف طول الوقت، السر انك تعرفي ترجعيه نضيف تاني. يعني لما تدخلي تعملي حاجة ما تطلعيش منها غير لما تخلصيها. مطبخ يبقى مطبخ بس، غسيل يبقى غسيل بس، ترتيب يبقى ترتيب بس. هتحسي فجأة انك بقيتي بتنجزي اسرع والموضوع بقى اوضح قدامك. ومن الحاجات المهمة جدا كمان: ما تبدأيش يومك من غير خطة. يعني مش لازما حاجة كبيرة، مجرد مثلا 3 حاجات بس عايزة اعملهم النهاردة. ليه 3؟ علشان تقدري تخلصوهم فعلا وتحسي بالانجاز بدل الاحباط. لان لو تلتلت على نفسك مش هتعملي حاجة ومش هتحسي بان انت انجزت حاجة. وكمان بلاش تعملي كل حاجة بإتقان زيادة. النظافة مهمة بس مش لازم كل مرة تعملي تنظيف عميق. في فرق بين تنظيف كويس وتنظيف مثالي، والمثالي ده بيتعب جدا يعني. خلي شعارك كده: اعملي اللي عليا من غير ما اضغط على نفسي. واهم نقطة بقى: خدي راحة. ايوه راحة، مش عيب انك تقعد 10 دقايق تشربي حاجة سخنة، تمسكي الموبايل شوية، بس شوية صغيرين. دي مش كسل، دي شحن طاقة. لانك لو فصلتي او فضلت شغالة طول اليوم من غير راحة هتتعبي وهتزهقي وممكن تسيبي كل حاجة. وما تنسيش انت مش في سباق، مفيش حد هيحاسبك ولا في حد مستني بيتك يبقى مثالي. اعملي اللي يريحك مش اللي يرهقك. وفي الاخر مش المهم تشتغل طول اليوم، المهم ان تعبك يبان له نتيجة. طيب تعملي ايه بقى لو جرس الباب رن في اي وقت وممكن فجأة حد يقولك احنا جايين عليكم؟ تعملي ايه ساعتها؟ بص يا ستي، ساعتها اول احساس بيجي التوتر على طول. البيت مش مترتب، المواعين موجودة والدنيا بايظة شوية. بس خليني اقولك سر مهم جدا: انت مش محتاجة تنظيف شامل، انت محتاجة تنظيف ذكي وسريع. تعالى اقولك تعملي ايه بالظبط في 15 دقيقة بس. اول 5 دقايق لمعي بعينك مش بايدك. يعني ازاي؟ بصي حواليكي كده بسرعة، واي حاجة من في غير مكانها لميها وحطها في سلة او كرتونة مؤقتة. مش لازم ترتبيها دلوقتي، المهم تختفي من المنظر. 5 دقايق كمان ركزي على الاماكن اللي بتبان. في 3 اماكن الضيف بيركز عليهم دايما: الصالة، الترابيزة، والحمام. امسحي بسرعة اي تراب
الظاهر. عدلي الكواش بتاعه الانتريه، نضفي الترابيزه. تالت حاجة، 3 دقايق كمان خليهم للحمام. الحمام ده مهم جدا يعني. امسحي الحوض، عدلي المراية، غيري الفوطة لو تقدري، وحطي ريحة حلوة كده. خلاص شكله بقى نضيف جدا. اخر دقيقتين بقى اللمسة السحرية اللي يقول عليها. افتحي الشباك لو ينفع، او حطي معطر خفيف. رتبي حاجة بسيطة زي صينية، كوبايات، او حتى منظر شيك صغير كده. وهنا اهم نقطة، ما تدخليش نفسك في تفاصيل، ما تدخليش نفسك في تفاصيل. مش وقت غسيل سجاد ولا تنظيف عميق ولا ترتيب دولاب. افتكر القاعدة دي، الضيف بيشوف الظاهر بس. ولو في حاجة مش متلاحقة، يعني مش لاحقة تعمليها، عادي جدا. ركزي على الشكل العام مش الكمال. وما تتوتريش، مفيش حد داخل يفتش. الناس جاية تزورك مش تقيمك. وفي الاخر، البيت النظيف مش اللي بياخد وقت طويل، البيت النظيف هو اللي شكله مريح ومرتب بسرعة. مع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد.